الكبير عن أستاذنا وشيخنا الحاج جواد رمضان رحمه الله تعالى. كل ما سأقول قيل، ولكنها شهادة لا بد منها. المؤرخ جواد الرمضان الوصي على عرش التاريخ الهجري هو أطلس الأحساب وحابس ذاكرتها الأمين. لئن جمعني به الحاضر 30 عاما فقد جمعني به التاريخ أكثر. جمعني به التاريخ قرونا وحقبا، فهو في كل لحظة من لحظات حياته على سفر عبر العصور، حاملا في بصيرته أدوات التنقيب، باحثا في أرض التراث، يفتتح قلاعها قلعة قلعة، ويوقظ أجدادنا النائمين في المخطوطات، وهو ينبش الأوراق وينفض عنها غبار الزمن. لقد كان بوسعه أن يقرأ لنا نشرة الأحوال الجوية في أحد أيام القرن الهجري الأول وبدقة متناهية من فرط ما هو متحد بالماضي. لم تكن قراءته مجرد قراءة، كانت حالة من حالات المعايشة، فهو في الله يا الحبيب، أهلا وسهلا. أو في بحر الضياع، لأنه يعرف جيدا أين يغرس معول بحثه من ذاكرة الأرض كي تهتز وتربو وتنبت من كل إرث عريق. لم يدع أثرا ولا حجرا في الأحساء لم يقلبه بيد التأمل، التي لا تنقفل، والعينين اللتين تعشش في بؤبؤيهما طيور السلام. وكان يتحدث فينا دون أن يلجأ إلى الألفاظ التي تم استهلاكها في سوق الكلام البشري.